ازيكم يا جمزاوية، عاملين ايه؟ انا محمد ابو بكر واهلا بيكم في قناة ماب اكس جيمنج. عشان عارف ان وقتك مهم، يلا نخش على الفيديو على طول. شجرة المهارات وهقول لك هنعمل ايه. ركز معايا سريعا. اول حاجة هنروح من عند البايدنج تايم، هتفعل كل البوينتس ديت، تعمل ابجريد للسلاح اكيد، وبتمشي معايا زي ما انا ماشي. بنفعل كل الماجيك، بنيجي هنا بنفعل المهارة دي لان دي هتكون المهارة الثابتة اللي هتنفعنا في الاحجار. نكمل كل الماجيك بنفعله لحد ما نوصل للاجيليتي وتطوير السلاح، وبنوقف هنا. اوكي، بتيجي على الجنب التاني. اوكي، كمان هنا ادي المهارة التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. دول مينلي 6 مهارات الخاصين بالاحجار. هتيجي على الجنب التاني بتفعل اكيد دول البيزكس عندنا، الهيلث والسكايبون. وبتيجي هنا تحاول تاخد المهارة ديت، لان المهارة دي مهمة جدا وقت ما تعمل السبيل، بتقلل الدمج اللي بتاخده. كمان هتيجي هنا وتفعل ابرة الماجيك لو انت مش مفعلها، عشان دي اللي هتستخدمها في التمبر وقت ما اروح دلوقتي واشرحه لكم. بتكمل هنا لحد ما توصل للقسم اللي فيه اكتر نسبة ماجيك. هنفعل كل الماجيك حسب البوينتس اللي معاك، يفضل يكون الماجيك عندك فوق ال 55، ولو معاك بوينتس كمان بتكمل وتفعل الاتنين الخاصين بالماجيك دول. اكيد البوينتس الباقيه بتحاول انت البالانس تعمله على الهيلث وعلى الستامينا، لان احنا هنقتل البوس عن طريق الماجيك. سو نو نيد انك تفوكس هنا على الاجيليتي او على السترينث. انا كان معايا بوينتس زياده فحطيتها بالشكل دوت. طيب نروح سريعا على التمبر. اوكي، التمبر الابر اللي استخدمناها، اول ابره هي الماجيك اللي لسه مفعلينها مع بعض، تاني ابره كمان هي الماجيك دي بتقوي قوة الماجيك، بعد كده التمبر، واخر حاجة الكونتينيوتي اللي هي بتزود لك الباف لل السبيل وقت ما تعملها. بالنسبة للأحجار، أول حجر هي الوي الخاصة لو عندك 3 مهارات متعرفين، بتزود لك الدامج، ودي اللي احنا وريت لكم المهارات من شوية. تاني حاجة 6، احنا مين عندنا 5 وعملنا المهارة عند البايدنج تايم وقت ما اتحركنا بقوا 6. واخر حاجة هي الوي سكايبون فورس، ودي مهمة جدا كمان عشان تزود لك الدامج وقت ما تعمل السبيل مع السكايبون. سو دول مينلي المهارات اللي احنا اعتمدنا عليها. بالنسبة للارمور، الارمور انا اشتغلت على النورد جنرال هيلمت، الجولدن باندد روبس، وكمان النورد جنرال هنا. وتحط اي شيء خاص بالليج ارمور، مهم انه يديك سلاش عالي لان البوس بيضرب من قريب بشكل كبير. الباندت اعتمدت انا على الدراكوليش باندت لان دي مهمه جدا، تمنع لك الزئير، لان وقت ما يعمل البوس الزئير تضطر انك تعمل سيركل وبيرجع يضربك، دي بتقللها لك بشكل كبير. تاني حاجه الفيلينج باندت، دي مهمه جدا انها قدام الاعداء الكبار وحجمه كبير. واخر حاجه طبعا البيرد الخاصه بتقويه الماجيك او السحر بتاعك. اهم سبيل هتعتمد عليها هي اللوتس سول فليم. اوكي، ودي لازم تكون قريب من البوس، ولازم تكون في جهة معينة عشان تتفادى الدمج على قد ما تقدر، بس وقت ما بتظبط بتقلل من الصحة تبع الزعيم بشكل كبير. ودي كمان هنستخدمها بشكل لو مش قادرين نقرب منه بنضطر نضربها من بعيد، بس الدمج مش بيكون عالي زي اول سبيل اللي هي هتكون 90% و80% من الاتاك عندنا. اوكي، ودوت بيزيكلي الشرح. خليني اوريك عمل. دلوقتي هنخش على الزعيم مع بعض. اوكي، اول حاجه بتفعل الباف، وهوريكم ازاي قتلته. اول حاجه هيخش هيعمل الجامب بتاعه تتفاداه. انا طبعا عشان كنت قاتل كم حد من بره كان معايا سكايبون، قدرت ان انا اخد في بدايه الجامب على طول 3000. فانت لو ما تيجي تدخل حاول تكون عندك سكايبون، اكيد تكون رافع المدن زي ما انا عامل، تكون احمر عشان الدمج يكون اعلى. الفايت هنا هيطول، اوكي، لانه احنا بنعتمد على بيلد الماجيك وبنبعد وبنقرب، يعني مش بنغامر. لو انت عاوز تقتله وفي نفس الوقت ما تموتش كتير وتقعد تحاول، البيلد هينفعك بشكل كبير. لكن لو عاوز فايت سريع، اكيد بيلد السيفين هيكون مفيد ليك. ولو عاوزني اعمل لك بيلد السيفين كمان اقدر اعمله لك، بس بصراحه انا ارتحت للبيلد دوت وعملته. الفايت كله باختصار هتحاول انك تعمل دوج، متبقاش قريب منه بشكل كبير الا لما يكون معاك السبيل. ولو السكايبون عندك اتاخر تضطر انك تضربه بالسيفين كذا مره، هيجيلك السكايبون، وتحاول انت في الوقت المناسب
تمام انك تعمل الضربة عشان تاخد اكبر هيلث. انا في اوقات قدرت اعملها وفي اوقات بعد عني، عشان كده الدامج بقى قليل. اهم حاجة ما تغامرش. اوكي، تعمل اكيد دوج على قد ما تقدر، تحاول تتفادى ضرباته. اوكي، انا هنا حاولت اجرب دي كمان، تاخدش كتير من الهيلث، بتقلل شويه، بس مش هعتمد عليها الا اذا احتجتها في الاخر وعاوز اضربه من بعيد وما اقربش منه. اصلا السلاح الاسرع بليل السبيل باور عنده قوي، فهيفيدك بشكل كبير. في الوقت المناسب كمان هتضربه كام ضربة. يفضل دايما من الباك سايد عنده عشان ما يعملكش دامج كبير. طبعا هنا هو بعد عني، لو كان قريب كان اخد له دامج كبير جدا، بس هتلاقوها في كذا سبيل تانية هقدر اعملها وهيتدمج بشكل اسرع. فانت يمكن الفايت عندك يبقى اقل لو قدرت تعمل السبيل في الوقت المناسب، يكون في الباك، بتكون انت حافظ ضرباته، هيضرب له ضربة 2 3 بعد كده يعمل جامب، انت بتكون في الفترة دي عملت السبيل زي ما انت شفت دلوقتي. احنا طبعا كمان شوية مش كتير، او ما يوصل الهيلث للنص هننزل صديقنا عشان الكويست. اوكي، وفي نفس الوقت هيعمل له ديستراكشن. في الوقت ده انت تقدر ساعتها يا تعمل الباف لو بعيد، او تاخد هيلث لو انت صحتك نزلت. اكيد طبعا خلي عن معاك اكتر من وسيلة انك انت تزود الهيلث عشان لو البوتلز عندك خلصت. زي ما قلت لكم الفايت هيكون طويل شوية، بس في الاول الاخر هتقتله بدون مشاكل كبيرة. طبعا هنا عشان كان قريب مني قدرت اخد اراوند 4000 من صحته which is nice جدا. يعني 3 4 سبلات تقدر تقتله لو ظبطوا معاك في الوقت الصح. مش غلط، جرب البيلد اول مرة، لو ما عرفتش هتحفظ تحركاته، بس تاني مرة هتلاقي نفسك متعود والموضوع سهل بشكل كبير. سبيشالي عشان تكون انت وصلت اصلا للبوس ده، هيكون معاك نمبر اوف بوتلز عالية كصحة، فتقدر تعتمد عليهم. في نفس الوقت مش هتغامر، مش هتبقى خايف من قصة انك تموت بسرعة، لانك مش بتلعب فيس تو فيس اتاك. اوكي، انت بتبعد في وقت معين اول ما يجيلك السبيل، ان السلاح اصلا بيملى سكايبون بسهولة. هنا طبعا حاول تتفادى دي لان دي بشعة بشكل كبير، من ارخم الزعماء بصراحة اللي لعبتهم. حاول تتفادى دي برضو. هنا طبعا كنت حامل السبيل وكان ظبطت، كانت اخدت نص صحته، بس للاسف مسكني. انت بيعملها كل شوية اكيد في الفيز التاني، فانت حاول تتفاداها على قد ما تقدر. اوكي، دلوقتي كمان هنحاول نعبي السكايبون، بعد كده نرجع نضربه في الوقت المناسب في الباك سايد عند الزعيم. شوف دي عشان كانت بعيدة شوية ما قدرتش تاخد من صحته بشكل كبير، بس في كام واحدة دلوقتي هتيجي وهنقدر ناخد من صحته بشكل كبير. فانت حاول تعتمد على الوقت المناسب تضرب فيه السبيل لو عاوز تخلص الفايت بسرعة. طبعا صديقنا هيبتدي يتدمج بشكل كبير، حاول تبعد عن دي زي ما انا عملت كده، لانه بتنزل كتير من الصحة، ما تحاولش تكون قريب وقت ما بيعملها. طبعا أنا قلت شوية استغل نضرب بالسبيل دي، بس تأثيرها مش قوي قوي، يمكن في الاخر بتنفعنا وقت ما يكون صحته قليلة ومش عاوز تقرب منه. بس انت اعتمادك الاول والاخير على اللوتس سبيل. شوفوا هنا انا اتعلمت من اخر مرة وما خليتوش يعمل لي الدامج. هنا هتيجي شوية هتبتدي تقلله، هيبقى ناقص له كمان 1 سبيل. لو التوقيت بتاعها مظبوط بينزل طبعا الهيلث كله، هيبقى ناقص له ساعتها ضربة او 2 وتلاقي الزعيم مات. هنا انا استعجلت شوية، بس رجع قرب مني فقدرت ان انا اخد جزء كبير من صحته. هنا انت عندك 2 اوبشنز،
تضربه زي ما انا بضرب بالسيف وتموته، بس حاول انك انت ما تتدمج اكيد. ولو لقيت الموضوع صعب ابتدي اضرب بالفليم سبيل. دلوقتي هحول عليها واضرب من بعيد واريح نفسي، وبعدها هتلاقي ان الزعيم مات. وبس كده يا جماعة بيكون الزعيم مات. ولو عجبك الفيديو اكيد ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ابتدي اكمل في المحتوى دوت. شكرا ليكم.